لما كان بيجي في بالي اسم حلوان كنت بتنفض وجسمي كله بيعرق بطريقة فظيعة. وده بيحصل لي بسبب قرار خدته زمان وبندم عليه دلوقتي. عزيزي المرعب، النهاردة جاي أكلمك عن أفظع تجربة ومخاطرة خدتها في حياتي، وهي دخول مشرحة حلوان. أنا دايما كنت بحب التحديات وكنت على طول بكسب فيها، بس المرة دي خسارة كانت جامدة ليا ولصحابي. يوم من أيام الدراسة قررت أنا وصحابي مسلم وبيتر ندخل مشرحة حلوان من باب التحدي. كنا كل يوم نعدي من قدامها بعد ما نخلص محاضرات، وكل يوم كنا بنفضل نبص عليها ونتأمل فيها. ممكن تفكروني مجنون لأن لما ببص عليها بحس إنها تحفة فنية، رغم إنها متهالكة وكلها حاجات مكسرة وشبابيك مكسرة. وفي يوم من ضمن الأيام خلصنا محاضراتنا عادي ومشينا من نفس الطريق اللي بنمشي منه دايما، والطريق ده عزيزي المرعب اللي بنعدي منه على مشرحة حلوان. مسلم وبيتر كانوا بيتكلموا مع بعض عادي، لكن أنا بقى لفت نظري الشخص اللي شفته واقف في المشرحة من جوه. فضلت واقف ومركز معاه لحد ما لقيت مسلم قال لي: ايه يا عم مصطفى، مركز في المشرحة ليه كده؟ نفسك تدخلها ولا ايه؟ ما اكدبش عليكم وانا ما جبتلوش سيرة على اللي شفته في المشرحة ساعتها. ولقيت نفسي برد عليه فجأة وبقول له: وليه لا يا عم مسلم، انت عارف انا بحب التحديات. في ساعتها دخل علينا بيتر وقطع كلامنا وقال لنا: بس الكلام ده في البلاي ستيشن يا مصطفى، مش في مشرحة وهطل. بلاش هبل انت وهو، ويلا نلحق نلعب كام ماتش قبل ما الليل يليل علينا. قالها بيتر هو كان بيشد في ايده مسلم عشان يتحركوا على البلاي ستيشن زي ما قال، لكن انا كنت لسه واقف زي ما انا باصص للمشرحة. معرفش، في حاجة كانت شداني ليها غريبة، بس فجأة فوقت من اللي انا فيه وقررت امشي معاهم. بعد ما خلصنا ولعبنا كام ماتش، كل واحد روح على بيته عشان يلحق ينام بدري ويشوف محاضرات الصبح. بس انا روحت على بيتي وانا كل تفكيري في المشرحة. معرفش ليه المرة دي اتمسكت برأيي وقلت فيها ايه يعني، حتى لو دخلت ساعة واحدة بس. معرفش ايه اللي خلاني ساعتها امسك موبايلي وادخل جروب الدفعة واسألهم سؤال يشعل الدنيا كلها، وقلت لهم: في حد جرب يدخل مشروع حلوان؟ بعد كام دقيقة لقيت فجأة الرسائل بدأت على الجروب، ولقيت الشباب كلها دخلت تهزر وتقول لي لو دخلت هتتلبس، واللي يقول لي ان فيها بتوع مخدرات، واللي يقول لي فيها وفيها. بصراحة فضلت اضحك على كلامهم شوية، لكن الرعب الحقيقي بقى حصل لي لما واحد من الجروب دخل كلمنا على الخاص. والغريب ان هو كان عايز يخش المشرحة زيي بس متردد، والشخص ده كان اسمه حمدان، والمفروض انه كان معانا في نفس الكلية. واول كلامه كان بيتعرف عليا ويعرف اسمي ايه. وبعد ما خلص فقرة التعارف دي قال لي جملة غريبة قوي: لو ناوي تدخل مشرحة حلوان خلي بالك من زينهم. طبعا اول سؤال جه في بالي اقول له مين زينهم ده واخلي بالي منه ليه، لكن الغريب ان الشخص ده عمل لي بلوك واختفى. والاغرب بقى ان لما دورت عليه في جروب الدفعة لقيت رقمه مش موجود اصلا. استغربت جدا من طريقته وقفلت الموبايل بتاعي يومها وانا مش في دماغي اي حاجة غير دخول مشرحة حلوان. تاني يوم نزلت الجامعة عادي وقابلت مسلم وبيتر وحضرنا المحاضرات. بعد ما خلصنا يومنا الطويل ده اتجهنا ناحية الكافيتيريا نشرب اي حاجة ترتب علينا اليوم والمذاكرة دي. وهناك لقيت ورقة ملزوقة على الحيطة عن تغيب شخص بقاله اسبوع اسمه زينهم عماد الدين. انا الاسم ده كان معلق معايا وافتكرت معاه الشخص اللي كلمني امبارح وقال لي على زينهم. كنت بقول لنفسي: معقولة الشاب اللي دخل كلمني امبارح يكون قصده على نفس الشخص؟ معقولة زينهم ده حاول يدخل المشرحة واختفى من ساعتها؟ في نفس اللحظة ندهت على مسلم وبيتر وخليتهم يشوفوا معايا الخبر، وبعد ثواني سمعت بيتر بيقول: ايوه يعني نعمل ايه، شاب واختفى هندور عليه يعني؟ لقيت نفسي بقول لبيتر بكل تلقائية: انا الشاب ده عارفه، انا الشاب ده عارف مكانه. سمعت ضحك عالي قوي من مسلم اللي رجع للترابيزة اللي كانوا قاعدين عليها وبيقول:
طب روح الحقه بقى بسرعة يا عم المحقق كونان. قربت من الترابيزة اللي قاعدين عليها وانا بقول لمسلم: انا مش بهزر يا مسلم، في واحد امبارح دخل كلمني على الواتس وقال لي لو دخلت مشروعة حلوان خلي بالك من زينهم. مالك يا مصطفى؟ بقالك يومين مفيش سيرة على لسانك غير مشروعة حلوان وعايز تدخلها، وامبارح الاقيك على الجروب الدفعة بتسأل الناس وخليت الناس كلها تدخل تضحك عليك واللي ملوش لازم يسف عليك. انت مالك في ايه؟ رديت على مسلم وقلت له: يا عم دول شوية أطفال سيبك منهم، لكن أنا أول مرة أعرف إن في شاب عندنا في الجامعة مختفي بقاله أسبوع. الحوار كان داير بيني وبين مسلم، لكن بيتر كان ساكت ومش عايز يتكلم. حاولت أدخله الحوار معانا وقلت له: ساكت ليه يا عم بيتر؟ ما ترد على مسلم. بصلي بيتر وقال لي: أنا لو هقول حاجة هقول لك أنت يا مصطفى اللي بتحاول ترمي نفسك في الجحيم. امبارح كنت عايز تخش المشرحة من باب التحدي، والنهاردة عايز تدور على واحد احنا مش عارفينه وهو جوه اصلا ولا لا. مش عارف مالك في ايه. رديت عليهم هما الاتنين وقلت لهم: طب وفيها ايه يا جدعان لو عملنا الاتنين يعني، ونعرف هل زينهم ده جوه ولا لا. لقيت بيتر رد عليا بكل برود وقال لي: مصطفى حاول تشيل الموضوع من دماغك شوية وما تركزش في موضوع المشرحة ده كتير. قطع كلامنا وتفكيري مسلم وقال: المهم يلا نلعب بلاي ستيشن، هشيلك انت ومصطفى كتير النهارده يا بيتر. فضلوا الاتنين يتكلموا مع بعض ويهزروا الا انا كنت مركز في المشرحة ومفيش غيرها في دماغي، وما كنتش قادر انساها زي ما قال لي بيتر خالص. فجأة لقيت حد بيندى عليا بيقول لي: مصطفى مصطفى يا ابني انت. ايوه يا مسلم، في ايه؟ بقالنا ساعة واقفين، يلا عشان نمشي ونروح نلعب ماتشين. لا لا انا تعبان ومش هروح، انا هروح. يا عم يلا بلاش رخامة. دخل بيتر وقال لي: مالك يا درش؟ كل ده عشان زينهم اللي ما نعرفوش؟ ولو على المشرحة دي طيب تعالى يا عم وانا هدخل لك جوه وادور لك على زينهم وهصور لك نفسي واعرفك انها فاضية اصلا ما فيهاش حاجة. فجأة مسلم برق بعينه وقال: تعبيط تدخل هناك لوحدك؟ رد على بيتر باستهزاء وقال له: اه عشان مصطفى يستريح ويخرج من دماغه المشرحة دي واعرفه انها ما فيهاش حاجة اصلا وفاضية. رديت عليه بنفس نبرة الاستهزاء اللي كان بيتكلم بيها وقلت له: انت بتخاف تبص عليها من بعيد اصلا يا بيتر، هتدخل جوه وكمان تتصور. فجأة لقيت بيتر خد الموضوع على محمل الجد وقرر انه يدخل جوه لوحده. قرر كمان انه يصور نفسه وهو جوه عشان يثبت لي انها ما فيهاش حاجة وكل اللي في دماغي خيالات. بصراحة انا حاولت استفزه عشان يعمل ده، وفي نفس الوقت كنت عايز اعرف فيها حاجة ولا لا. اتحركنا على هناك، واول ما وصلنا وقفنا قدام المشرحة وحاول مسلم يمنع بيتر وقال له: راجع نفسك يا بيتر، مفيش هزار، ارجع انت بس كده يا مسلم وفي خلال 10 دقايق اخرج ومعايا صورة وانا جوه عشان اعرفك ان المشرحة فاضية ومفيهاش حاجة خالص. بعد محايلات كتيرة على بيتر وباتت بالفشل دخل فعلا، وبصراحة انا كنت واقف قلقان عليه. اول ما دخل واختفى عن عيوننا افتكرته مش هيخرج تاني، مش هيخرج زي زينهم اللي منعرفش عنه حاجة. المشكلة ان بعد 10 دقايق بيتر مخرجش. عدى ربع ساعة وبيتر لسه جوه المشرحة مخرجش. بدأنا نقل عليه احنا الاتنين وقلت لمسلم: الواد مخرجش ليه يا مسلم؟ تفتكر حصل له حاجة؟ لقيت مسلم بيبص ناحية المشرحة وقال لي: اهو يا عم جاي وبيضحك كمان. بيتر ما كانش مبسوط وبيضحك خالص زي ما بيقول مسلم. بيتر وشه كله ألوان. بيتر كان مخضوض، كان خايف من حاجة بس كان بيحاول يخبيها علينا عشان ما نقولش عليه خواف. اول ما وصل قدامنا قال له مسلم: ها فين صور البطل بتاعنا وهو وسط الاموات جوه؟ مردش على بيتر ويطلع موبايله وورينا الصورة وهو داخل المشرحة فعلا، بس ما كانش مبتسم، ده كان مكشر او ممكن تقول انه بيعيط. في الصورة كان شايف حاجة احنا مش قادرين نشوفها. كنت ناوي اتكلم مع بيتر واعرف منه سبب التقشيرة اللي على وشه دي، بس مسلم دخل قبليه وقال: يلا نروح البلاي ستيشن. بس بيتر رفض وقرر انه يمشوا بدون سبب. بعدها مسلم قال نروح ان انا وهو، لكن انا برضو رفضت وقررت ارجع البيت وانا مصدوم من بيتر. مصدوم من بيتر اللي خرج بني ادم تاني خالص عكس اللي دخل. يوم ما رجعت البيت ودخلت الحمام خدت دش، دخلت اوضتي وانا عمال ببعت رسايل لبيتر وبحاول ارن عليه بس هو مش بيرد. كنت بحاول اتواصل معاه عشان اسأله على حاجة بخصوص الصورة اللي في المشرحة، حاجة كانت هتجنني وهموت واعرف اجابتها.
الصورة اللي بيتر وراها لنا لما خرج من المشرحة كانت عبارة عن انه قاعد على سلم ووشه كان مخطوف. بس مش دي المصيبة او الغريب في الصورة. الغريب انها مش سيلفي، يعني من الاخر كده مش بيتر اللي كان ماسك الموبايل، لا، ده في حد مصوره، وده مستحيل يحصل لانه لوحده اصلا. حاولت كتير ارن عليه بس بيتر مش بيرد. سبت الموبايل جنبي وبدأت اتعشى قبل ما انام، وبعد 5 دقايق لقيت الموبايل بتاعي بيرن والمتصل بيتر. سبت اللي في ايدي بسرعة وفتحت عليه، ولما فتحت سمعت صوت خروشة، صوت حد بينهج، حد بيجري جامد، صوت أنفاس كتير بس مش قادر يتكلم. رديت عليه بسرعة وقلت له: بيتر، بيتر، لو سمعني رد عليا، يا ابني في حاجة في الشبكة، اقف في حتة فيها شبكة، بيتر. فضلت أندع عليه كتير بس كل اللي سمعه أصوات خروشة، مفيش حد بيرد عليا. بس فجأة لقيت جملة واضحة بتتقال. لقيته بيقول لي: مصطفى، مصطفى الحقني، أنا في المشرحة لحد دلوقتي ومش عارف أخرج، منعوني من الخروج. اتصدمت من كلام بيتر وما بقيتش عارف هعمل ايه. لقيت نفسي بقول له: انت بتقول ايه؟ مستحيل. قلت الجملة دي ومن بعدها الخط قطع خالص، خط قطع مكالمتي انا وبيتر. حاولت اتصل بيه تاني بس طبعا زي ما توقعت الموبايل مقفول. اللي قاله بيتر خوفني، خوفي زاد وبقيت متوتر ومش عارف اعمل ايه. بس انا لازم الحقه، لازم الحقه قبل ما يحصل له اي حاجة. اكيد الشخص اللي شفته خرج من المشرحة ده مش بيتر، بس ده مش مهم دلوقتي. انا المهم دلوقتي الحق صاحبي اللي في ورطة. قمت من مكاني بسرعة وغيرت هدومي، وانا في نفس الوقت كنت بتصل على مسلم. مسلم اللي رد عليا بعد تاني رن وقال لي: ايه يا ابني بترن عليا دلوقتي ليه؟ قوم بسرعة يا مسلم، قوم نتقابل عند مشروعة حلوان. تعبيط يا مصطفى، مشروعة حلوان ايه اللي ندخلها دلوقتي؟ انت لسه المشروعة دي في دماغك ومصمم عليها؟ قوم يا ابني بسرعة، في مصيبة، بيتر جوه المشرحة وما خرجش. في اللحظة دي مسلم اتفزع وقال لي: ايه مصطفى، الكلام اللي انت بتقوله ده مفهوش هزار، بقول لك قوم بسرعة ولما اشوفك هناك هفهمك كل حاجة. لبست هدومي بسرعة ونزلت جري، وفي خلال نص ساعة كنت واقف عند المشرحة مستني مسلم. بعد 5 دقايق لقيته وصل قدامي ومفيش غير على لسانه جملة واحدة: انت اللي قلت في الموبايل ده صح؟ انا عمال ارن على بيتر مش بيرد عليا. بصيت له وقلت له: للاسف صح، من ساعة ما سبتك وانا بحاول ارن عليه، ولما فقدت الامل لقيته هو اللي رن عليا وقال لي كده. سمعت مسلم تسجيل المكالمة اللي بيني وبين بيتر، وقلت له كمان على الصورة اللي وراها لنا بيتر وانها مش طبيعية. اتفاجئ مسلم من اللي عرفه وبعديها قال لي: على كده بقى اللي خرج من المشرحة ده مش بيتر. هزيت راسي وقلت له: مفيش وقت، احنا لازم ندخل دلوقتي نلحقه. شغلنا كشافات الموبايل ودخلنا من شباك المشرحة المتهالك ومتكسر. نزلنا على سلالم عليها ازاز وجنبيها حقن وسرنجات. طلعنا الدور الاول، كان فاضي، مكانش فيه غير شوية حاجات مرمية في الارض، ازايز متكسرة وسرنجات وشوية جوانتات طبية متلطخة بالدم كلها. بس كانت اكتر حاجة في المكان كانت السرنجات. كأننا وقعنا في قبو للمدمنين. فجأة وقفت مكاني وقلت لمسلم: تعال نطلع الدور اللي فوق عشان هنا مفيش حاجة. مسلم رد عليا وهو كان خايف وبيقول لي: ما بلاش نطلع ونطلب البوليس احسن يا مصطفى، خلاص. مسلم انسى شوية كده، انت مش صغير. كنت بقول الكلام ده لمسلم وانا عايز اقوله لنفسي اصلا، لاني خايف اكتر منه. انا كنت ميت من الخوف، بس مش عايز اظهر ده لاننا لازم نلاقي صاحبنا بيتر. اتجهنا ناحية درجات السلم اللي طلعنا على الدور التاني، ووجهت الكشافات عندها وحطيت رجلي على أول درجة. في نفس الوقت حسيت بحد دفعني لورا، وقعت على ظهري ودماغي خبطت في حجر كبير واتفتحت ونزل مني دم كتير على الأرض. فضلت ثواني مغمض عيني حاسس إن أنا فقدت الوعي أو حاسس إني مت. بس سمعت صوت مسلم هو بيقول لي: مصطفى، مصطفى أرجوك فوق، ما تموتش دلوقتي. فتحت عيني بالعافية وأنا شايف الدنيا طشاش، ضباب قدامي. فضلت أدعك في عيني لحد ما بدأت الرؤية توضح شوية، وأول ما فتحت عيني قلت لمسلم: هو إيه اللي حصل؟ رد عليا وقال لي وهو وشه كله خايف وبيقول لي: معرفش، فجأة لقيتك وقعت واتخبطت في الطوبة دي، بس انت نزفت دم كتير، يلا نخرج من هنا.
قمت من مكاني وانا بتسند عليه وقلت له لا لا هنكمل، بس اسندني انت يا ابني، انت محتاج تعوض الدم اللي راح ده، مش هتقدر تكمل كده، مالكش دعوة يا مسلم، سندني نطلع الدور اللي فوق نشوف بيتر. قلت الجملة دي ولاحظت قدامي خيال بيجري، خيال بيجري لفوق، بس بصيت لمسلم اللي لقيته باصص لمكان الخيال وفاتح بقه مندهش. لقيته بيقول لي شفت اللي انا شفته يا مصطفى؟ شفت ايه يا مسلم؟ مفيش حاجة، في ايه؟ ما تكبرش الموضوع. ازاي يعني؟ ده قطعت كلامه قبل ما يكمل وقلت له مسلم يلا نطلع. حاولت اخبي عليه ان مفيش حاجة، مفيش اي حاجة تخوف، بس احنا في مكان كله يخوف. بدأنا نطلع كام درجة سلم لحد ما بقينا في الدور التاني، اللي حسيته انضف بكتير من الدور الاول. مفهوش تراب، مفهوش ازاز متكسر، بس كان فاضي تماما. حاولنا نوجه الكشاف في كل زاوية في المكان، بس ملقتش حاجة، ملقتش حاجة غير باب مقفول وعليه طرطشة دم. بصيت لمسلم وقلت له سندني لحد الباب ده نشوفه. قبل ما مسلم ينفذ كلامي بدأت أسمع صوت حد بيتوجع. سمعت الصوت ده يا مسلم؟ ده جاي من الباب ده، قالها مسلم وهو بيشاور عليه. وبعديها اتجهنا ناحية الباب، مشينا كذا خطوة لحد ما وصلنا عند الباب. كل ما كنا بنقرب كل ما كان الصوت بيقرب أكتر. الصوت ده سمعته من ورا الباب. بعد ما سمعته قلت لمسلم افتح بسرعة. رد عليا مسلم بخوف وقال لي ما بلاش يا عم، بلاش لا تطلع حاجة احنا مش قدها، يا ابني افتح خلينا نشوف ايه الصوت ده. فتح مسلم الباب بسرعة وياريته ما فتح. شفت أشخاص غريبة أول مرة أشوفها في حياتي، اتنين ملهمش ملامح، كل اللي شايفه حواف جسمهم. كان واقف وسطهم بيتر صاحبنا، وكمان كان في شخص واقع على الأرض متكلبش، كان عمال يعيط وجسمه كله جروح كأنه كان بيتعذب. حتى بيتر كان باين على جسمه العذاب، وكان عمال يعيط من كتر اللي بيحصله. لما شافنا كأنه شاف طوق النجاة، بس للأسف كنا وصلنا متأخر. أول ما شفته قلت له بيتر انت ايه اللي بيحصل لك هنا؟ في اللحظة دي لف لينا الأشخاص اللي ملهمش ملامح، شكلهم كان غريب، مش قادر أوصفهم، بس كل اللي أقدر أقوله عليهم إنهم مسخ من عالم تاني مش بتاعنا نهائي. معرفش كانوا عايزين ايه من بيتر، بس ملحقتش أعرف، لأن لما حاولت أجري على بيتر والحقه الناس دي اختفت، بس مش لوحدهم، دول اختفوا معاهم بيتر. جه ضرب نور جامد قوي وبسببه غمضت عيني، ولما اتطفى لقيت الغرفة بقت فاضية ومفيهاش غير الشخص المربوط، واللي اكتشفت بعديها انه زينهم اللي مختفي من اسبوع. خرجنا من المشرحة ومسلم كان بيحاول يسندني انا وزينهم. طلعنا على الاسم، بس محدش صدقنا، افتكرونا اننا مجانين، وده طبعا كان لازم يتقال علينا عشان اللي شفناه جوه، لان اللي شفناه جوه ما يدخلش العقل. بعد يومين من شفاء الجروح اللي حصلت لي دي قابلت زينهم تاني، قابلته وقعدت معاه وبدأت أعرف منه اللي حصل. لما قعدت مع زينهم وحكالي على اللي حصل جوه لمدة أسبوع قال لي أنا مش فاكر أي حاجة، كل اللي أعرفه إنهم روتوني، وكل يوم بيجي حد يسيب لي طبق أكلي ويمشي. ما كنتش بشوف شكله لأني ببقى نايم، والمرة الوحيدة اللي شفت فيها الأشخاص دي لما انتوا دخلتوا علينا. كانوا ناويين ياخدوني معاهم زي ما عملوا مع بيتر صاحبكم، بس اللي وقفهم انهم ما سابوش حد شبهي في العالم بتاعنا. بعد ما زينهم قال الجملة دي انا اترعبت، لان في نفس الوقت افتكرت الشخص اللي خرج يومها من المشرحة على انه بيتر. الغريب انه عايش عادي مع عيلته كانت بتتعامل معاه على انه ابنهم، لكن محدش يعرف الحقيقة غيري انا ومسلم، محدش هيقدر يصدقنا فيها. بعد الحادثة دي بدأت أبعد عن بيتر تدريجي، لأنه مش صاحبي. الصاحب اللي أنا أعرفه ده حد تاني، حد جاي يخرب عليا حياتي. بعد ما خلصت فترة الجامعة اتقطعت صداقتي أنا وبيتر، بقيت بكلم مسلم كل فين وفين، كل واحد فينا انشغل في حياته، وأنا سافرت برا البلد بسبب الشغل، ومسلم اتجوز وحياته اتغيرت. بس كنت بعرف من مسلم أخبار بيتر، هو الوحيد اللي كان بينقل أخباره هو وعيلته.
وفي يوم قال لي على خبر غريب أوي. قال لي إن الشرطة قبضت على بيتر بتهمة القتل لعيلته كلها. معرفش بيتر يعمل حاجة زي كده ليه، بس المريب بالنسبة لي إن أنا من بعد الحادثة دي ومن بعد اللي حصل في مشروع حلوان بقيت عايش على مسكنات. بقيت باخد منوم عشان أعرف أنام. كل ما أسمع سيرة مشروع حلوان بيجيلي حالة من الهلع ونوبة تشنجات رهيبة، بينزل من بقي رغاوي بيضة معرفش ايه سببها. معرفش سببها من السيرة دي ولا هلا عشان انا حزين على صاحبي اللي مش عارف هو فين ولا انا عارف انا حصل لي ايه. بس كل اللي اعرفه ان انا من ساعة ما دخلت مشروع حلوان انا وصحابي حياتنا اتغيرت. وعشان كده بحب اقولك اوعى تقرب من مشروع حلوان مهما حصل. لو وصلت لحد هنا عزيزي المرعب ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل القصص الجديدة، واستنى رأيك في القصة دي في الكومنتات.